السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم مبروكة؟ هذه حلوة ديال العيد، حلوة ديال الزمن الجميل اللي كنا كنديروها بكري الى عقلتوا عليها. مهم تشهيتها وبغيت نديرها بنفس المقادير، نحاول نغير شي شويه. اول تجربه لهاد الحلوه هذه غادي نديرها معكم دابا، غادي بجميع الاسرار ديالها نقدمها لكم، وحتى الاخطاء اللي درتهم. هنا بشر الليمون ولا الحامض ولا اللي بغيتو، ستيفيا بغيتو ديروها سكر، انا درتها هكا ليكيد. 60 غرام ديال الزبده، استعملت بيضه من بعد غادي نزيد وحده. 125 غرام ديال الكاوكاو مطحون، و125 غرام ديال اللي درت ديال اش كيقول الكوك جوز الهند، معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي ندير شويه ديال القرفه حيتاش القرفه كتواتى مع هذاك الحامض اولا الليمون اللي بغيتو نتوما، يا اما البرتقال يا اما الحامض. انا كيعجبني الحامض. هنايا درت استيفيا، تقدروا ديروها سكر الا بغيتو، يعني سكر. انا كانت عندي ليكيد صافي كنت نستعملها ماشي مشكل. هنا درت كنت كندير بالنقيطات، المهم كندير كنشطر عليها. عارفين عندي مع ستيفيا شويه سميتو، المهم شويه ديال المليحه. قلت معليش نستعمل استيفيا العيد هذا ماشي مشكل مره واحده. هنا البنات المقادير اللي درتها راه كانت يعني مقادير زوينه. زبده بحراره المطبخ، وكان مع البرد ما بغاتش تعجن لي مزيان، زدت عليها الكاوكاو. نورمالمون نخدمها غير هي بوحدها مع البيض كما شفتوا، كانت قاصحه حتى هذاك البيض رش لي البوطاجي كما راكم تشوفوا في الصوره. هنا غادي نخدمها مزيان مع الكاوكاو مطحون. كما قلنا 125 غرام كاوكاو، غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا البنات هذاك الكوك انايا خرج لي ناشف بزاف ماشي غير شويه، ما عمر خرج لي الكوك بحال هكذا، وغادي يضيع لي الوصفه. ومن بعد غادي نحاول نقادها معكم تشوفوا. ما بغيتش ندير نحيد المقاطع باش الا طحتو في نفس. هنا غنزيد شويه ديال القرفه كما كتشوفوا باش تعطي واحد المذاق حتى هي ديالها كيتوازى مع هذاك الحامض. نسيت ما زهر، ما عنديش، يسحب لي راه عندي وهو ما كاينش. غادي نوريكم شنو باش عوضته. هنايا زدت الكوك كيف شفتوا درت 125 غرام، نورمالمون تكون 125 غرام. بالحق خرج لي ناشف بزاف، غادي نقص منه وغادي نحاول نعدل الوصفه، يعني ندخل عليها تحسينات باش تصدق. هنا غادي ندير خميره ديال الحلوه معلقه صغيره، حتى لدابا ورا العجينه مزيانه كتجمع لي في يدي، كتلصق شي شويه. قلت نزيد لها شويه ديال الكوك نورمالمون. وهنايا كانت الطامه الكبرى غادي يضيع لي الوصفه كامله، غادي يرجع قاصح لانه ناشف وشرب في مره. كما شفتوا العجينه قساحت، تفكرت ما زهر وما لقيتوش. المهم غادي نعوضو بالعصير ديال الحامض. تقدروا يعني اللي الا عندكم ما زهر. هنايا دخلت 90 غرام ديال الكوك، 125 غرام نحيدو منها 40 غتولي 90. المهم تقريبا 90 غرام. كيف شفتوا العجينه قسحت لي، ما بقاش تبغي تجمع لي في يدي. كنت نقدر نديرها بحال هكا، نديرها بحال البهله ولا، مي انايا اللي كنت الفكره اللي كانت في راسي ما بغيتش نحيدها. بغيت نزيد هنايا ما زهر ما لقيتوش، زدت غير الحامض. كما شفتوا عصرت واحد نص حامضه، ما كاملش يعني شي شويه، واخا هكا ما عطاتش الطعم. غادي نزيد لها بيضه
كما كتشوفوا ما بغاش تخرج لي مع هذاك البوق ولا هذاك المرشم اللي كنخرجوا به، كتفرتت. نشفها هذاك الكوك، ما كانش ماركه مزيانه. هنا غادي نزيد واحد البيضه، غادي تشوفوا باش نقدر نجمعها. ما بغيتش نقطع هاد المراحل باش تكون المصداقيه كما تعودتوا مني. نتوما كتعرفوا هاد الحلوه هادي اللي كنديروه بدون دقيق، يعني راه شويه ماشي حاجه سهله. خاصنا نقبلوا عليها كيف ما جات وصايب. مي والله الا جات زوينه صراحه، نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. هنا ضفت بيضه باش نجمعها، والصراحه عطات نتيجه زوينه. كما شفتوا تجمعت العجينه وعطاتني الطوع، والحمد لله. كانت فكره زوينه انني يعني ضفت لها بيضه. هانتوما كما شفتوا صافي راه كتخرج لي العجينه مزيان. هنايا بغيت نزرب عليها دغيا قبل عاود ما نشفى ليها داك الكوك مره اخرى في واحد الصني اللي غلفته بورق الزبده، ورق الطبخ. هنا درت جوج ديال الاشكال كما كتشوفوا، شكل درتو طويل وشكل درتو مدور. وكيبقى لكم نتوما الاختيار. انا تفكرت هاد الحليوه هذه اللي كنا كنديروها بالكوك وبالسميتو عجب، يعني تفكرتها وقلت ارا نديرها. وتبارك الله ما شاء الله، يعني كانت فكره زوينه وصدقت. ما نقول لكمش الريحه في الدار كيفاش دايره. نتمنى تجربوها وتعجبكم. غادي نستمر هكذا حتى نكمل الصني كامل والكميه كامله اللي عندي، يعني نعمرها تما. ندخلوا الفران على اللي كان سخون مسبقا على 170 درجه ولا 150 درجه باش طيب على خاطرها، حيت راه رقيقه دغيا تخطف والمكسرات دغيا كيطيبوا. وما تغفلوش عليها، راه دغيا كتحمر. كما شفتوا هنايا هي طابت القرمشه ما نقولكمش، والريحه في الدار وجات روعه. من يعني من الخارج ومن الداخل وحتى المذاق فن البنات. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وعطيتها لكم بجميع يعني المشاكل اللي وقعوا فيها وهذا باش تكون مصداقيه بيناتنا. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. خليو لنا شي لايك زوين، شي تعليق زوين بحالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.